مساء الخير. مش عارفه ابتدي منين ولا اعمل ايه. بجد انا حزينه حزينه قوي. احنا كل ما نيجي نفوق نرجع تاني لنقطه الصفر تاني. هو ليه بيتعمل كده في الزمالك؟ مش عارفه والله العظيم ما انا عارفه. بجد انا تعبت مش عارفه نعمل ايه. قول يعني حد يقول لنا حل. انت يا جوميز بقالك شهرين ما خدتش فلوس على عيننا وعلى راسنا. وانت يا استاذ لبيب انت معكش فلوس، راح تعمل متحف. طب سدد الفلوس وخلي ودي فلوس لجوميز. وفين رجال الاعمال؟ ولا انتوا فاضيين بس للبيزنس بتاعكوا بس، لكن مش فاضيين للزمالك؟ واشمعنى العقود اللي بتيجي للزمالك ومدربين الزمالك ولاعيبه الزمالك بس؟ احنا قلنا قالوا ده مرتضى هو اللي بيعمل مشاكل، ومرتضى ومرتضى ومرتضى، صح؟ طب مرتضى ماشي، برغم ان كان مرتضى بيعمل مشاكل مش مشاكل شخصية، لا، كانت كل المشاكل بسبب الزمالك بس، لكن مشاكل شخصية مع اي حد لا. جه لبيب فرش السجادة الحمراء وعمل الحاجات، بص، الجميلة، دخل الخطيب الزمالك. انا كنتش راضية عن الزيارة دي بصراحة. ايه اللي حصل؟ برضو يا جماعة والله العظيم الزمالك المستهدف، الزمالك عايزين يمحوا الزمالك خالص، عايزين يمحوه من على وش الدنيا. الزمالك حارقهم في ايه؟ انا بجد مش عارفة.